قبل ما نبداو القصة دير متابعة للقناة وخلي شي تعليق يشجعنا نكملو. راه كاينين قصص غادي تصدمك وما غاديش تلقى بحالها في شي بلاصة. شوف، ما كاين ما ولكن القصة ديال اليوم هربانة ديال بصح. الأولى ما غتصدقش، الثانية ما غتصدقش، والثالثة غتكون ثابتة. كيفاش نقول لك؟ القضية ديال اليوم غتبدا معها طريق، ولكن هاد الطريق ما غاديش تكون حياته شبعانه ضحك ولا شطيح. هاد السيد شبعان مشاكل وصح الراس ما كيهنيش الوالدين. تيقدر يقول لك صباح الخير وانت تفسرو تهديد. طريق ولد الحي الشعبي، ماشي الحي الشعبي اللي فيه التراحم والجيران، لا لا، الحي اللي كيخرج الدياب، اللي فيه الباقي كيضرب والناقص كيحسد. الام ديالو كانت كتخدم في الراشا في السويقه، والبا ديالو مشى في واحد الكاميون وما رجعش، تقال تهرب وتقال تقتل وتقال نسى راسو مع شي مرا في بني ملال. وبقات الام بوحدها تربي طارق، ولكن شنو كانت كتضربو حتى يسكت وكتقول ليه منين تكون راجل نتهلا فيك. كبار طارق وكبر معاه الغل، كان ديما كيشوف صحابو لابسين مزيان وهو حاضي الصباط ديال العام اللي فات. بدا كيتعلم الزنقه خطوه بخطوه، بدا بالسرقه ديال الكارطيات السويقه، من بعد شد الطريق للقرقوبي ومن تما للحبس الصغير. ولكن هاد الشي ما كان غير البدايه. فاش خرج ما بقاش نفس الولد، عينيه تبدلات، بقاو كيضويو في الليل بحال عيني بومه. كان كيعرف كل بلاصه في الحومه وكل واحد شنو كيدير، ولا كيحسبها بالحساب، كيشوف الناس وكيعرف شحال يقدروا يربحوا وشحال يقدروا يخسروا. نهار من النهارات وكان الجو ديال الشتا، البرد داير حاله في الشوارع. طارق كان واقف مع صحابو في زاويه الزنقه، سكران وعينيه حمرين بحال الدم. جا عنده واحد سميتو يونس. هذاك يونس خوه ديال واحد الطاسالسي معروف في الحومه، كيبيع الحشيش وكيتعامل مع البوليس في نفس الوقت. قال ليه: وطارق، واش باغي تربح الفلوس بصح؟ ماشي داكشي ديال الريال والريالين. طارق ضحك وقال ليه: واش كنضحك؟ هزني حتى نغبر، المهم نخرج من هاد البلاد، نعيش كيف الناس. يونس عطاه ورقه فيها رقم وقال ليه: سير لهاد العنوان، غادي تلقى راجل سميتو الريفي، ما تهدرش بزاف، خدم وسكت وغادي توصل. وهكذا تبدا الدخله ديال طارق في العالم اللي عمره ما حلم يدخل ليه: التهريب، البزناسه، القواده والبوليس السري. دخل طارق العالم فيه الفلوس كتجي ولكن من الروح كتمشي. تعلم كيفاش يسوق كار من طنجة حتى الوجدة، وفيه كيتخبى 300 كيلو ديال الحشيش تحت الكراسة. كان كيدوز من ليباراج بحال الظل، لدرجة البوليس بداو كيشكو في واحد ماشي فيه. كانت الخدمة كتطلب قلب جامد وشوية ديال الدم بارد. واحد النهار شد الطريق بوحدو في العشية وسط الجبال ديال الريف، واللي معاه في الطونوبيل دار فيه الخيانة وعيط للبوليس. ولكن طارق كان داير الحيطة وعارف كل خطوة. بدل له طرق، دار بيهم عبر مسالك ترابية، وصل حتى لدوار مهجور وبات ليلتو مع الفيران. في الصباح صيفط نداء عبر اللاسلكي، جاوه جوج الناس في لوطوروط نيسان، جبدوه وبدلوا الطوموبيل واختفى من الرادار. من تما بداو كيسميوه الشبح، لأنه كان كيدخل ويخرج من المدن بلا ما شي واحد يحس به. ولكن المشكل بدا منين طاح في بنت سميتها سعاد، بنت ديال كوافوره وعندها خدود ديال الدم. طارق بغى يعيش معاها ولكن ما بغاهاش تعيش في هاد الغبره، بغى يخرج معاها لاوروبا. جمع فلوسو وبدا الكريدي وبدا كيتعامل مع واحد سميتو القرش، وهو اخطر واحد في عصابه الكوكايين ديال الشمال. القرش عطاه طوموبيل فيها بلاصه مخبيه وقال ليه هزها حتى لاسبانيا، ومن تما هاد الساكه تعطيها لواحد اسباني سميتو روبرتو. طارق ما سولش وما دارش الفضول، ساك الطوموبيل ووصل الميناء، كل شي دايز مزيان حتى وقفوه في اخر باراج. قالوا ليه جواز سفر، عطاهم. بداو كيقلبوا حتى شافوا الكلاب دايرين دورتهم. طارق تجمد، جبدوا الساكه، وحتى هنا وقع الصمت. الساكه ما كانش فيها حشيش، كان فيها سلاح ناري ودوسيات ديال ناس كبار. طارق تسبب عرق. البوليسي قال ليه: صاحبي، ما كاين لا سفر لا اسبانيا، كاين التحقيق وغادي نعرفوا شكون اللي صيفطك. من تما بدات الحرب. دخل الحبس ولكن ما كانش ساهل. طارق ما باح حتى واحد وما قال حتى حرف،
ولكن فيما دار وجهه كيلقى العيون كتشوف فيه. خرج بكفالة، ولكن راه المافيا ما كتسامحش. القرش بدا كيقلب عليه، يونس كقتل، والأم ديالو مشات للحج فجأة من بعد ما وصل هضر فيه 30 مليون سنتيم. بقى طارق داير في الزناقي بحال الشبح، وحتى لشي نهار وقفوا عليه جوج لابسين سواد وقالوا ليه راك خدمتي معانا بقبل، ودابا بغيناك في مهمة وحدة للأخرى. وهو سكت وغمض عينيه وقال فين بغيتوني نمشي؟ في الدنيا اللي كل باب فيها مسدود، في الحومة اللي كل واحد فيها لابس وجال ماشي ديالو. فين بغيتوني ندور راسي؟ وانا مني نفيق كندي الهم قبل ما نفكر في الفطور. فين بغيتوني نمشي؟ اللي باعوني، ولا اللي تفرجوا في طيحتي وفرحوا، ولا اللي كيتسناو غير باش نغلط باش يحكوا فيا؟ ولكن سمعوني مزيان، انا ماشي ضحية، انا ولد الزنقة، ولد التراب اللي كيتعفن باش يخرج منه وردة. انا ماشي ساهل، انا جرح وتعلمت نضحك، انا طيحة ووقفت، وهضرة وسكت، وبكية وابتسمت. فين بغيتوني نمشي؟ راه انا غنمشي للطريق اللي فيها النية، ماشي ديال الانتقام ولكن ديال الغفران. غنمشي نبني من لا شي، غنحفر في الحجر حتى يخرج النبع. غنمشي عند راسي نقول ليه طارق ساليتي من البكا، دابا وقت الامل. وغنرجع ماشي باش نرضي الناس، ولكن باش نرضي الله، ونرضي داك الطفل الصغير اللي كنت فيه، اللي كان كيشوف النجوم من طاقة ديال بيت زينكو وكيقول غدا احسن. فين بغيتوني نمشي؟ غنمشي نشعل شمعة في الدخلة ديال قلبي ونقول ماشي الضوء اللي كيتبع الناس، انا اللي غنكون الضوء. إلا وصلتي حتى لهنا عارف باللي القصة كتقلب الدم، ولكن مازال الخير للقدام. تابعنا حيت القصص اللي جايين ماشي غير سماع، هادشي واقع غير الناس ساكتين.